عايز تفريع يا هندسي، الزرع واقف يا هندسي، الرز زعلان يا هندسه. ما انا عارف ان الرز متنيل زعلان، والهندسه ما هو جاي ساب صلى الجمعه والجو نار جايدي ويجي غرز مرتين عشان خاطر يوضح لك المشكله، لان احنا ملناش غير حبايبنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد ومشكله جديده من مبيد ومفيد مع سالم القطعاني. النهارده احنا عندنا مشكله في الرز ده، صاحبه بيقول ان هو واقف في الارض وزي ما انت شايف التفريعات ضعيفه جدا، في مشاكل ياما في الزرع، في تبقع بني، في مشكله فطريه. احنا دلوقتي جايين عشان نتكلم عن اللي الزرع ده محتاجه، ايه الغلطات اللي اتعملت انت ما تعملهاش، وايه افضل المعاملات اللي نقدر لو المزارع سمع الكلام نقدر نرجع الرز ده في 10 ايام احسن من الرز اللي حواليه. اول حاجه الرز الفتره دي لازم ابدا بالميه، لانه وجعلنا من الماء كل شيء حي. الميه زي ما بتحيي زرع برضه ممكن تموت زرع. انا عايز الفتره دي المزارع الرز ده يروى من 3 ل 4 سم 3 أو 4 ايام ويتنشف يومين، لانه المدرسه بتاعت او القاعده بتاعت 4 ميه و2 تنشيف بتجيب معايا تفريح كويس. التسميده بتاعتي هتكلم لمساحه فدان مثلا مبدئيا او ما شابه. جرعه 100 كيلو يوريا 46، لازم في الفتره دي 46 مع شكاره 0050 سلفات بوتاسيوم اذا امكن، و10 ل 15 كيلو سلفات زنك. التسميده دي هترجع معايا المجموع الخضري اللي انا خسرته والاجهاد اللي حصل ده، وهتظبط معايا التفريعات. وطبعا حبذا لو هيومك، لان الهيومك بيعمل معايا حاجه اسمها عمليه جد للجذور، والزنك بيعمل معايا 3 حاجات، بيعمل معايا تفريع واستطاله وخلفه، وبيظبط معايا التفريعات والخلفه معايا في الرز والاستطاله. الزرع مجهد، طب انا عايز نعمل زرع، عايز نعمل رشه تفرفش معايا الزرع وترفع الاجهاد الناتج من الحراره فوق، ومن ان الجدر مخنوق في ميه يامي وفي الطينه ملبظه، والطينه عامله خنقه الجذور، مش عارف يشرب في ميه بس انا مش عارف اشرب. فهنرش رشه طحالب مع احماض مع عالي فوسفور بوتاسيوم. الناس فاهمه حاجه غلط في الفوسفور. الفوسفور مش بتاع تزهير، الفوسفور هو المصدر الوحيد اللي بيمد النبات بالطاقه اللي خسرها. النبات بيخسر طاقه في عمليه النتح وعمليه التنفس وعمليه الهات. الفوسفور ينزل معايا في الشتاء، ينزل فوسفور في الاجهاد الصقيع، وفي الحر ينزل في الاجهاد الحراري. مش عايز اطول عليكم. طبعا ما ننساش ان انا طبعا محتاج رشه نحاس كويسه او رشه بيم عشان خاطر اعالج الحمره او اللفحه، او طبعا في فرق بين اللفحه والتبقع البني، بس حبايبنا الفلاحين بيقول على كل حاجه حمراء وخلاص، فحمراء يلا مش مهم. طبعا ان انا طبعا ارش لو عندي مشكله فطريه، اعالج الفطر الاول وبعدين ارش. يعني انت لو عندك درس فيه مشكله هتحشيه الاول، مش هتروح تاكل على طول، احشي درسك وبعدين كل لحم. فلما يبقى عندي مشكله فطريه اعالج الفطر الاول، بعدين ارش مغذي عشان الفطر بيتغذى على المغذي اللي انا نزلته، المشكله ما تتفاقمش عندي في الرز. نكمل معاكم كلامي. احنا طبعا اهم حاجه برضو دلوقتي عايزين يحصل استطاله، عايزين يحصل تفريع. التفريع يا هندسي يبقى لازم التسميده اللي قلنا عليها، الجرعه بتاعه الرش زي ما قلنا احماض، عالي فوسفور، طحالب، ما ننساش نص كيلو زنك مخلبي 13 يكون من شركات محترمه كل ده.